بسرعة الناس الرايقة، حلقة جديدة من غير تيمبو. تعودوش على كده يعني، لأن الموضوع ماشي بالمزاج أكتر منه الالتزام. طبعا ولازم يكون في التزام، بس مش ماشية معايا الحكاية دي. الموضوع دايما ماشي بالمزاج، يعني ما يجي مزاج أتكلم أطلع أحكي معاكم في حوار أو في وجهة نظر، في حكاية أو حدوتة من التاريخ، بطلع بيجيليش مزاج هختفي. يعني أتمنى طبعا ده ينتهي، وأتمنى أن أنا ألتزم وأبقى موجود معاكم دايما، فالمحاولات مستمرة. أنا في الفيديو ده عايز أتكلم عن فرقة الواي كرو. الواحد لما بدأ الموضوع ده من أواخر التسعينات تقريبا، دخلنا على مطلع الألفية، العدة اللي الواحد كان بيستخدمها والتقنيات اللي كانت بيستخدمها كانت فقيرة جدا. يعني كنا بنعتمد على شرايط الكاسيت. كنا لسه بقى بزمن الكاسيت والريكوردر والأورج. فأنت بتلعب أنا كنت بلعب المزيكا لايف عشان أقدر أعمل البيت. يعني تلعب الأغنية تعزفها لايف من أورج، مش من ميدي كيبورد على فروتي لوبس. كنتش عارف إيه فروتي لوبس أصلا يعني. وبعدين بدأنا نخش في عالم اي جي، برامج اي جي. اول حاجه اي جي دانس كنت بستخدمه عشان اقدر اخد لوبات الدرامز، عشان اعوض بيها الدرامز اللي هو السوفت، اللي هو درامز الروك بتاعه الاورج اللي ما كانتش متوافقه مع المزيكا الهيب هوب خالص يعني. وبعدين دخلنا على المزيكا الاي جي، اللي هو برنامج سوفت وير اسمه اي جي هيب هوب 4. بعدها كان في اي جي هيب هوب 5. مشينا كتير في الحكايه دي في مطلع الألفية 2001 2002، لحد ما جينا في 2003 وسمعت الأول مرة بقى فرقة الواي كرو. أنا عرفت الواي كرو منين بالظبط؟ لأن لم تخن الذاكرة يعني. في مطلع الألفية كان في موقع راب مشهور جدا اسمه arabrap.net. ده كان موقع راب فلسطيني. هو المفروض إنه راب عربي، بس هو كان مرتكز على الراب الفلسطيني أكتر حاجة، لأنه كان موقع راب فلسطيني أساسا. وكان في بقى فرق راب زي فرقة الدام، وفي ناس كانت بتشتغل مع نفسها زي خليفة إيه، وكان في باند راب اسمه عربيات. دول برضو كان معظمهم فلسطين، معظم الرابرز دول كانوا من فلسطين. فكان في تأثر كبير قوي بالموجة دي بالنسبة لنا احنا كناس لسه طالعين يعني. فوانا بقلب وبدور كده لقيت مكتوب واي كرو واكس كرو. ايه واي كرو اكس كرو؟ المهم بشغل طبعا وقتها. انت عشان كنت تسمع اغنيه كانت شغلانه كبيره يعني. انت كان لازم يعني صعب ان انت اصلا تعمل داونلود من البيت، لان البيت كنا بتعمل دايل اب على التليفون، وكانت قصه طويله يعني. فكان منتشر ثقافه السايبرات، ان انت تنزل تروح سايبر، ولو عنده بقى اوريدي عنده اشتراك بقى وسيرفر، وموضوع افضل بكتير من سلك التليفون بتاع البيت يعني. فبتبدا ان انت تعمل داونلود، ان انت تسمع الاغنيه. الداونلود كان بياخد وقت طبعا يعني. الاغنيه اللي هي 2 ميجا او 2 ميجا ونص دي، انت ممكن تقعد لك ربع ساعه تعمل لها داونلود عشان تنزل وتسمعها. كانت شغلانه كبيره يعني. انت ممكن تروح تقضي اليوم كله عشان تسمع لك 10 اغاني مثلا. ممكن تروح تقضي يومك في السايبر يعني. فافتكر يوم كنت رحت لواحد صديقي كده كان عنده سايبر، خدت معايا الهارد ديسك، فكيت بقى الهارد ورحت ووصلته باحد الاجهزه اللي عشان انزل كل الاغاني دي واخدها عندي اسمعها بقى ايه برواقه كده واشوف ايه الدنيا دي. فسمعت تراك اسمه مفيش حدود واي كرو، تراك اسمه الفن الحديث، تراك ديس اسمه الطوفان. وانبهرت بقى يا معلم. انبهرت بقى اللي هو احنا بنعمل ايه؟ وايه اللي انا قاعد اعمله بقالي 2 3 ده الناس دي قاعده تبدع. الناس دي طلعت السما خلاص يعني. طبعا انا كنت منبهر بقى المزيكا البيتس. طبعا عمر بوفلوت ما يتوصاش في هو اصلا هو اساسا ميوزك بروديوسر قبل ما يبقى رابر يعني. الكواليتي بتاعت التسجيل، هندسه الصوت، كل الحاجات دي، ودي كانت مفاهيم بالنسبه لنا تكاد تكون منعدمه، مش موجوده. انا ما كنتش عارف يعني ايه اصلا هندسه الصوت ولا ميكسنج ولا ماستر. كل ده كلام يعني ما كناش نفهمه يعني. هو كان مسجل بطريقه بدائيه وبيحاول بقدر الامكان. هو العقل الباطن
عنده ادراك ان في حاجه اسمها هندسه انك تسجل كويس الصوت يبقى متوافق مع البيت، ما يبقاش اعلى ما يبقاش اوطى، يعني كمعلومات بديهيه في عقلك الباطن، بس انت مش فاهم معنى فكره يعني ايه ميكس ماسترنج، وازاي ان انت تعمل ده، وايه البرامج اللي المفروض تستخدمها عشان تعمل ده. البرامج اللي كنت بستخدمها دي ما كانتش برامج ميكسنج ولا ماسترنج خالص، كانت تعتبر برامج للهواة فيها لوبس جاهزه يعني. انبهرت طبعا، قعدت بقيت من التوب فانز بتوع الوايكرو. وبعدها سمعت حتى اغنيه اسمها البنات جت لباند راب اسمه اكس كرو، ما اعتقدش عملوا غير التراك ده، هم عملوا التراك ده واختفوا، ما عملوش حاجه تاني بعدها يعني. بس كان ايه المميز في الموضوع ده بقى، في التراك اللي هو اسمه البنات جت لباند اسمه اكس كرو، الاغنيه نفسها من انتاج الواي كرو يعني. بوفلوت هو اللي عامل البيت والمزيكا وياسين زهران هو المشرف على العمليه كلها. هم كانوا تحت ايه يعني يعني تمت يعني زي ما يكون واي كرو بنوهم يعني، بنوهم فنيا، بس هم ما ظهروش تاني. هم كانوا بنتين، كوين اكس، مها كوين اكس، وبنت تانية اسمها نور كاندي. مها كوين اكس مصريه، نور كاندي سوريه. ونور كاندي غنت فيرس راب في اغنيه واي كرو الفن الحديث، الناس اللي هم بقى فانز للواي كرو يعني. فطبعا انبهار كبير جدا، والواحد بدا بقى ان هو ايه يبصق على ما يفعله، اللي هو يعني احنا محتاجين نوصل للمستوى ده، هنوصل للمستوى ده ازاي؟ بقى ابحث في البرامج، وازاي ان احنا نبدا نتعلم نعمل مزيكا احسن، ازاي ان احنا نتعلم ان احنا نسجل بشكل فيه مستوى الكواليتي اللي احنا بنسمعه ده. وقتها طبعا انت ممكن تسمع الاغاني دي يبقى عندك تعقيبات كتير على الكواليتي دلوقتي، بس وقتها كانت لا، كان مستوى فوق يعني، خارج عن المألوف بالنسبه للناس شغاله بالجهود الذاتيه. الناس دي احنا كل العالم اللي ما اكلمك عنه ده مش ميديا اصلا، احنا شغالين كده مع نفسنا وكده على قد العده اللي معانا بنشتغل يعني، معتمدين اعتماد كلي على جهاز العصر الجديد وهو الكمبيوتر، اللي هو ما كانش عند كل حد في البيت يعني. دلوقتي انت التليفون اللي انت ماسكه في ايدك ده كمبيوتر يعني، انت ممكن تسجل بالتليفون انت دلوقتي، لكن وقتها يعني الكمبيوتر ده هو اللي كان بينقلك للالفاج يعني انت انعدام وجود كمبيوتر معاك، انت لسه في القرن العشرين. بقى عندك كمبيوتر، انت دخلت عصر الانترنت، دخلت القرن ال21 خلاص. بمجرد ان يبقى عندك كمبيوتر فيه ويندوز وانترنت، خلاص انت دخلت العالم الجديد. ما عندكش الكلام ده، انت لسه عايش في التسعينات والثمانينات، انت ما جيتش خلاص لسه يعني. ف هو في الوقت ده كان منتشر في مصر قوي ثقافه الام اس ان ماسنجر. كلمه ماسنجر دي لما انا بقولها اللي هيجي في بالك ايه؟ اللي هو ماسنجر الفيسبوك يعني. الحقيقه ان الكلمه دي ظهرت لاول مره كان على زي تطبيق كده على الكمبيوترات، كان اسمه ام اس ان ماسنجر، تبع موقع msn.com. وده كان ماسنجر يعني ايه، برضه زي تطبيق صغير للشات بس على الكمبيوترات، ما كانش لسه في اصلا هواتف ذكيه ولا الكلام ده يعني، انت كانت حياتك كلها عباره عن كمبيوتر يعني. حتى تلاحظوا دايما جيل واي في التايبنج على الكيبورد دايما افضل من الاجيال اللي بعد كده، لان احنا ما اتولدناش على تاتش سكرين ولا تليفونات، احنا اتولدنا على كيبورد، فتلاقيه بالتايبنج في الجيل بتاعنا نسبيا افضل من الاجيال اللي بعد كده يعني. كنا بنقول ايه؟ ارجع بقى لنفس الموضوع، ان بدات احاول ان انا اوصل لهم بقى. المهم بشكل ما قدرت اوصل لايميل عمر بوفلوت، اللي هو ايميل الهوت ميل. ما هو انت عشان تعمل شات على ام اس ان ماسنجر لازم يكون عندك هوت ميل يعني، ده الاكونت اللي انت بتعمله، عشان اللي هو كان ايميل اصلا يعني. وصلت لايميل عمر بوفلوت، بعت له، كلمته، بعت له اغنيه من الاغاني اللي عندي، بعت له اجمد حاجه عندي بقى عشان يعجبه يعني. فابدا اجابه جامده جدا ومش عارف ايه، وقعدنا نتكلم شويه. هو شخص مقتضب جدا في ردوده يعني، مش من الناس اللي بتقعد تاخد وتدي معاك كتير في الكلام يعني. ما اعرفش ده عشان وقته من ذهب ولا هو شخصيته كده، اعتقادي الشخصي ان هي شخصيته كده يعني. فسالته، قلت له ايه البرنامج اللي بتستخدمه عشان تعمل بيه المزيكا؟ وده كان اهم سؤال انا مستني اجابته، واللي هو يعني انا مش عايز ازعج الراجل ده، انا عايز اعرف كيف يسطع هذه الابداعات. حد ما كتب لي FL Studio. هذه المعلومه يا جماعه كانت سبب في ان انا فضلت استخدم FL Studio من سنه 2004 لحد سنه 2024. يعني انا قعدت 20 سنه استخدم فروتي لوبس بسبب المعلومه اللي ادهاني عمر بوفلوت. يمكن يكون لو ما كانش قال لي انا كنت هعرف، لانه اوريدي هو كان بعد كده بدا يبقى معروف قوي في الاوساط بتاعه الرابرز تحديدا يعني.
يمكن انا كنت هعرف، بس انا اخدت المعلومه دي منه هو تحديدا يعني. وده طبعا عمل لي نقله يعني نوعيه في حياتي في في الميوزك برودكشن ذات نفسها. وبدات ان انا بقى اتخلى عن الاورج الكاسي اللي كنت بستخدمه، اتخلى عن برامج كتير كنت بستخدمها واللي هي سوفت ويرات كتير يعني. وانت عشان تسجل اصلا كنت بتعمل تاسكات كتير قوي عشان تقدر تطلع المنتج النهائي. ارتحت جدا لما دخلت في عالم فروتي لوبس اللي انا استخدمته كصناعه مزيكا بس مش كتسجيل فوكال. انا كنت بستخدم برنامج تاني اسمه ميكس كرافت 2.4 اعتقد، كانت نسخه بقى النسخه من يعني كانوا لسه بادئين، الشركه دي كانت لسه بادئه تقريبا يعني. ف عشت سنين طويله بقى مع فروتي لوبس، وعملت البوم ازاي والبوم اصوات كتير والبوم جندي، وعشت بقى مع القصه دي بقى يعني. بقى هو السوفت وير الرئيسي بتاعي في صناعه المزيكا. بعد كده دخلت بقى في عالم صناعه المزيكا التصويريه في المسرح، وما كنت بمثل في مسرح جامعه المنصوره في كليه اداب. فضل معايا الفلوت بسبب هذه المعلومه اللي خدتها من بوفلوت. الحقيقه ان مستوى البرودكشن اللي انا عملته بعد ما خدت منه المعلومه دي وبعد ما سمعت اغاني الواي كرو كان وصل لمرحله ان انا بعتبر نفسي اتولدت من جديد. واللي كان قبل كده ده كان كلام هلس يعني، كان كلام ملوش اي لازمه ولم يكن من المفترض ان يحدث يعني. كان الواحد كان المفروض يبدا كده. بعتقد ان من اسباب ذلك ان بوفلوت كان عايش اعتقد في مجتمع مختلف، وعلى حسب كلامه هو طبعا في خناقه كبيره عن مين بدا الراب المصري يعني. مش خناقه بالمعنى خناقه يعني، في جدليات عن الموضوع ده يعني. كريم راش بيقول هو الاول، مسا امين بيقول هو الاول، عمر بوفلوت بيقول هو الاول يعني. بس عمر بوفلوت في احد تراكاته تراك اسمه ده مش زن ده فن، بيقول في التراك انه بدا سنه 95. ما اعرفش بقى هل ده ممكن يوثق ان دي البدايه، لان في النهايه برضو هو كان عايش في غانا، ما كانش عايش في مصر. فممكن يكون دي بدايه عمر بوفلوت مش بدايه الراب المصري يعني. ممكن يكون كان بدا في غانا وهو لسه مراهق او لسه في ريعان الشباب، ويكون بدا بالانجليزي يعني. والملاحظ عليه انه كان بيقول راب بالانجليزي كتير، وكان بيستخدم الانجليزي كتير في الراب بتاعه. فمن الممكن ان هو كان بدا انجليزي، ما بداش اصلا راب مصري، وبذلك لا يحتسب يعني. لو افترضنا جدا ان في رابر مصري بدا حياته في الراب في الستينات مثلا، بس كان بيراب بالانجليزي وفضل يراب بالانجليزي لحد سنه 2000 وبعدين نقل بالمصري، هتحسبها ازاي؟ هتعتبر اللي فات ده كان راب مصري عشان انت معاك باسبور مصري؟ ما انت بتراب انجليزي، فين الراب؟ فهي دي حسبه معقده يعني مش متفق عليها لحد دلوقتي. بس فانا حبيت في الحلقه القصيره دي، مش عايز اطول معاك، واقول ان انا بدي لك تفسير ان انا ليه عاده ممكن تلاقي لي ديس تراك او حاجه زي كده تلاقيني فجاه بدي ريسبكت للواي كرو من غير اي مناسبه. هتلاقي في تراك على الرايق في اخره ديب ان ماتش ريسبكت فور واي كرو. في ناس ما تفهمش اشمعنى، مع ان انا بعد كده حصل شويه حوارات بيني وبينهم، وحصل تاتشات بيني وبين بوفلوت يعني الدنيا ما كانتش سالكه قوي طول الوقت يعني. لكن الواحد لازم يبقى عنده ابريشيشن لاي شيء اثر في مسيرته يعني. فالحلقه دي انا بعتبرها ابريشيشن للواي كرو، بعتبر ان انا يعني انا فرقت معايا كتير قوي في حياتي الفنيه ان انا سمعت الواي كرو في وقت مبكر. فده يعني ده ولد عندي غيره فنيه، انا عايز ابقى زي الناس، عايز ابقى احسن منهم، عايز ابقى. طبعا انا بعد كده يعني شايف ان انا كنت احسن منهم في حاجات متعلقه خصوصا بالليركس او بطريقه التاليف او يعني انا شايف كده، والناس ممكن تختلف معايا، ولكن كشكل عام وكصناعه انا بعتبر واي كرو اسطوره وايقونه من ايقونات الراب المصري، وحدوته لازم تتحكي طول الوقت يعني هم ما عادوش موجودين دلوقتي. طبعا بعد كده هم في مراحل بقى الواي فام، وطلع منهم بقى شاهين وبدر ضاحي وكانوا صوره ايجابيه جدا للراب المصري. الراب المصري الحقيقي، الراب المصري اللي هو مش ميديا، مش ماركتينج، مش فلوس، مش ريتش، راب مصري حقيقي يعني. راب مصري الناس دي بتتكلم عن حياتها اللي هي عايشاها بجد. ف deep and much respect for واي كرو. اللي ما يعرفش عنهم حاجه انا بدعوه ان هو يعمل سيرش او يحاول يدور على قناه بوفلوت بيتس او قناه الواي كرو، اسمها الروائع اللي كانت في الاول. انت محتاج تعرف الارضيه، تعرف حدوته الراب المصري دي بدات ازاي. كل واحد بدا في الفتره دي كان جزء من الحكايه يعني، بس
واي كرو بيشكلوا جزء كبير قوي من الحكايه، لان هم قدروا يعملوا حاجات في الوقت ده كانت تكاد تكون مستحيله، ان انت تقدر تعمل تراكات بالجوده دي، وان انت تقدر تعمل جمهور وحفلات وناس بتيجي تقطع تذاكر عشان تتفرج عليك. دي كانت حاجه كنت بشوفها حاجه وهميه انها تتعمل في الوقت ده. فكل الاحترام والتقدير للواي كرو، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه. اشوفكم الحلقه الجايه.